أهلا بكم من جديد مع فيلم جديد. بس أحب أقول لأصحاب القلوب الضعيفة أو قلبك قبل ما تتفرج. بيبدأ فيلمنا مع جيري واللي عايش هو ومراته كارين وبناته، وبيكونوا عايشين حياة سعيدة مع بعض، وبيكونوا بيفطروا مع بعض، وشغال في التلفزيون أخبار عن انتشار فيروس الزومبي، بس مش بيكونوا مركزين خالص في الموضوع ده. وبعدها بيخرجوا كلهم مع بعض علشان يروحوا مشوار زي كل يوم، وبيحسوا إن في حركة غريبة في الشارع وفي طيارات هليكوبتر في السماء بتلف، وبيكون الطريق زحمة جدا، وفجأة بيعدي شرطي بالموتوسيكل بتاعه وسريع وبيكسر المراية بتاعت عربية جيري، وبينزل جيري علشان يشوف عربيته، وبيجي شرطي تاني وبيقول له إن يركب عربيته بسرعة وما ينزلش منها. وأول ما بيقفل جيري باب عربيته بتيجي عربية كبيرة بتدوس على الشرطي، وسواق العربية دي بيكون ماشي بأقصى سرعة وعمال بيدوس على كل العربيات اللي حواليه، وبيجري جيري بسرعة ورا عربية القمامة علشان بتفضي له الطريق، وبيكون مش فاهم ايه اللي بيحصل، لغاية فجأة ما بتيجي عربية إسعاف بتخبط عربية جيري وبيعمل حادثة، والناس بتكون بتجري من حواليه زي المجانين كأنهم في حد بيجري وراهم، وفجأة بتبدأ الناس تهجم على بعض، وكل ده ولسه جيري مش فاهم ايه اللي بيحصل. وبيشوف كمان واحدة بتهجم على شخص وبتعضه، وبعدها الشخص ده بيتحول زيها وبيكون شكله غريب، وبمجرد ما بيتعض فورا بيبقى زيها او بيتصرف زيها بالظبط، وبيكمل عض في كل اللي حواليه. وساعتها جيري بياخدها في اول عربيه قدامه وبيجري بيها هو وعيلته، وحواليه الناس بتتهاجم وبتتعض. وفجاه بتيجي ازمه الرب لبنته، وبتكون محتاجه الجهاز بتاعها اللي وقع منها وهم بيهربوا، وجيري بتجيله مكالمه من صديقه تيري وبيعرفوا باللي بيحصل، وبيقول له انه محتاج انه يرجع للشغل من تاني، وانه هيبعت له طياره تاخده من المكان اللي هو فيه. وبعدها جيري بيقفل المكالمه وبيروح على اقرب مكان يجيب منه دواء لبنته، وبتروح كارين تلم الاكل المتاح قدامها، لكن بيهجموا عليها اتنين وبيحاولوا يعتدوا عليها، وبيقدر جيري انه ينقذها منهم، وبيطلع من المكان وبيلاقي ان العربيه اللي كان سايقها مسروقه، وبيروح على اقرب مبنى جنبه وبيتصل بتيرو وبيقول له على عنوانه وانه مستني الطياره على سطح المبنى وقت شروق الشمس. وبيجروا كلهم على المبنى وجيري بيقفل وراه الباب الرئيسي، لكن للاسف الزومبي بيقدر انهم يكسروا الباب، وبيطلعوا وراه على السلالم علشان ياكلوا هو وعيلته، لكن جيري بيقدر يوصل لشقه فيها سكان وبيسمحوا له انه يدخل هو وعيلته علشان يستخبوا معاهم، وبيكون صاحب الشقه مستخبي هو وعيلته فيها، وبيجيب اكل وشرب لجيري وعيلته. ولما بيشغلوا الراديو بيلاقوا نبأ من قسم شرطه الولايه بينادوا كل المواطنين انهم يفضلوا في بيوتهم وما يخرجوش، ويخزنوا اكل وشرب يكفي لمده اسبوعين على الاقل، وان في فيروس مجهول منتشر في الولايه. وبعدها بشويه بيكون قرب شروق الشمس، وبيبدا جيري يربط على دراعه مجلات علشان يحمي نفسه من العضه، وبيبدا يتحرك ويروح على السطح، لكن بيهجم عليهم المتحولين، وبيقدر جيري يقتلهم ويهرب منهم، وبيوصل للسطح، وبيتفاجئ ان ابن السكان اللي كانوا مستخبيين عندهم بيجري عليهم لان اهله تعرضوا للعض وتحولوا. وبعدها بتيجي الطياره وبتجري وجيري وعيلته والولد على سفينه في البحر عليها البشر الطبيعيين، وبتكون على بعد 200 ميل من نيويورك، وبيكون تيري مستنيهم وبيدلهم على السراير علشان يناموا ويرتاحوا. وتيري بيقول لجيري ان الرئيس مات، وانهم كمان ما يعرفوش مكان نائب الرئيس. وبعدها بيروحوا على قاعده التحكم، وهناك بيعرف ان انتشار العدوى بيكون على مستوى العالم، وبيكونوا بيدوروا على مصدر الفيروس علشان يعرفوا يعملوا لقاح ضده. وساعتها اطلقوا على المتحولين اسم الزومبي، والناس اللي اطلقت الاسم ده بيكونوا معسكر في كوريا الجنوبيه، وبيعتقدوا ان مصدر العدوى موجود هناك، علشان كده قرروا يبعتوا الدكتور فاسباغ اختصاص الفيروسات لهناك. وبيبص تيرو لجيري وبيقول له ان فاس لسه صغير وما ينفعش انه يروح لوحده، وبيقول لجيري انه يروح معها علشان يحميه لانه كان افضل متحري في منظمه الامم المتحده قبل ما يسيب شغله، وانه لو رفض يروح معاه ساعتها وجوده على السفينه مالوش لازمه. وساعتها جيري بيكون تحت تهديد، اما انه يروح يحمي فاس او يترمي بره السفينه هو وعيلته للزومبي. ساعتها جيري بيوافق على كلامهم مقابل انهم يحموا عيلته، وبعدها بيودع عيلته وبيدي مراته موبايل علشان يقدر يكلمها عليه، وبيروح في طياره مع الدكتور فاس، وبينصحوا جيري انه ما يحاولش يعمل اي حاجه من دماغه، ويكون معاه هو والفريق اللي معاه لانهم مسؤولين عن حمايته. واول ما بتوصل الطياره للمكان بيكون مش عارفين يحددوا مكان الهبوط لان مفيش حد عايش يقدر يساعدهم، وبتنزل الطياره وبينزلوا كلهم من الطياره، وبيظهر فجاه زومبي هو بينط على الحارس بتاعهم وبيقتله. وساعتها بيترعب فاس وبيحاول انه يدخل الطياره تاني، لكن للاسف بيتزحلق وبيقع على الارض، وبتخرج رصاصه من المسدس اللي هو ماسكه وبتدخل في راسه وبيموت. وبعدها بتظهر قوات الامن علشان يامنوا جيري نفسه، وبيروحوا على القاده بتاعتهم، وبيعرف جيري منهم ان الزومبي بينجذب ناحيه الاصوات، والرصاص بيبطئ سرعتهم بس مش اكتر، والرصاص يعني بيبطئ سرعتهم بس مش اكتر ومش بيقتلهم، لكن لو الرصاصه جت في راسهم ساعتها بيموتوا. وبيروحوا كلهم على اوضه فيها 16 فرد، وكان ظابط اختفى مده بدون
بدون إذن، وبعدها بلغ إنه موجود في المكان بتاعه وفي رغاوي طالعة من بقه. ولما اتنقل للأوضة دي كان من المفروض إنه ميت، لغاية ما هجم على الدكتور اللي بيكشف عليه وهو كمان اتحول زيه، وكل اللي كانوا موجودين في الأوضة بقوا زومبي. ومفيش أمل إنهم يعرفوا أي حاجة من الضابط المصاب، لأن الأوضة كلها اتحرقت بالسجلات اللي فيها. واللي شاف كل ده هو الكابتن أليس، واللي كان موجود في نفس الأوضة معاهم وهما بيتحولوا، لكن محدش جه جنبه لأنه قدر يهرب من الأوضة قبل ما يتصاب. وبعدها جري بيلاقي واحد مجنون قاعد في زنزانة وبيكون تبع المخابرات الأمريكية، لكن اتجنن بعد كل اللي شافه. بيروح له جيري علشان يسأله عن اللي حصل له، وبيلاقيه إنه خلع كل أسنانه علشان لو اتحول لزومبي ما يأذيش حد. وبيقول لجيري إنه لو عاوز يلاقي إجابات يروح لفلسطين، واللي بيكونوا بنوا أسوار عالية واتحموا وراها. وبيسأل عن شخص اسمه يورجان، وهناك هيعرف اللي حصل. وساعتها جيري بيصدقه لأنه مش قدامه غيره. وبعدها بيطلب من الفريق اللي معاه إنهم يتحركوا للقدس فورا، وبعدها بيركبوا عجل علشان ما يعملوش أي صوت. لكن تليفون جيري بيرن وبتكون مراته علشان عايزة تطمن عليه، وصوت الموبايل بيكذب الزومبي عليهم. وبسرعة بيجروا على الطيارة ومعاهم بقوا الضباط علشان يزودوا الطيارة بنزين. وساعتها بينجحوا إنهم يوصلوا للطيارة وبيهربوا من المكان. وبعدها بيوصل لمدينة القدس وبيطلب الإذن للهبوط على أرضها، وبيطلب إنهم يقابلوا يورجان. ولما قابلوا جيري سأله هو ليه بنى أسوار عالية وعلى أي أساس صدق اللي حصل ده ممكن يحصل. ساعتها رد عليه يورجان وقال له الطبيعة البشرية مش بيتصدق الخطر غير لما بيحصل، وإن لو أي حد زمان سمع عن الزومبي كان هيضحك ويتقال على الشخص ده إنه مجنون، لغاية ما الموضوع وصل عنده وصدق إنه في يوم بيحتاجوا الأسوار علشان يتحموا فيها. وده اللي حصل دلوقتي. وأهم مثال على كده إن في سنة 1973 إن الإسرائيليين واثقين إنهم أقوى جيش في العالم وإن محدش يقدر يقف قصادهم، لحد ما جم المصريين وهزموهم. ومن ساعتها واليهود خدوا قرار إنهم يغيروا طريقة تفكيرهم ويتوقعوا الخطر قبل ما يحصل. وبياخدوا بيروح يوريه اللي عمله في الأسوار، وإنهم بيسمحوا لأي حد بالدخول بس بعد ما يتأكدوا إنه مش زومبي أو متعرض للإصابة. وبيكون كل اللي موجودين داخل الأسوار مبسوطين وبيغنوا بصوت عالي، وبيكون معاهم كمان مكبرات صوت عالية جدا. وده اللي بيجذب انتباه الزومبي الموجودين برا السور، وبيحاولوا إنهم يدخلوه بأي شكل، لدرجة إنهم بيعملوا سلم عالي بأجسامهم وبيتخطوا كمان السور من فوقيه. وللأسف بيتم اختراق السور، وبتكون القوات بتحاول إنها تقتل كل الزومبي اللي بيدخلوا المنطقة، لكن للأسف بيفشلوا في إنهم يسيطروا على الموقف. وبياخد باله جيري إن الزومبي بيجري جنب راجل عجوز من غير ما ياخد بالهم منه ولا كأنه موجود. وبعدها بيهرب على أقرب طيارة هليكوبتر علشان يبعد عن المنطقة، وبيجري من خلال ممرات محمية بأسياج وحديد. والزومبي بينط عليها وبيدمرها وبيمسك ضابط علشان يقتله، لكن الضابط بيفجر القنبلة اللي معاه وبيقتل عدد كبير منهم. وكمان بيكون جيري كسب وقت إنه يهرب من الزومبي اللي بيطارده هو كمان. وفجأة بيظهر قدامهم فيضان من الزومبي منتشر في شوارع القدس كلها. وأثناء ما بيهرب من الزومبي واخد باله إن في شاب صغير واقف وسط الزومبي من غير ما يلمسوه أو يحاولوا حتى إنهم يهجموا عليه. ساعتها بيفهم إن في حاجة مميزة في كل واحد بتخلي الزومبي إنه ما يقربش منه، زي الراجل العجوز والشاب اللي قدامه، وده ممكن يكون مفتاح اللغز. وساعتها بيهجم الزومبي على واحدة من اللي معاهم اسمها سيجن. وبعد ما بيقتل جيري الزومبي بيقطع ايد سيجن علشان العدوى ما توصلهاش، وبيفضل مستني قدامها لثواني علشان يطمن انها تتحول ولا لا. ولما بيطمن عليها بيروح على الطيارة بتاعتهم، لكن الطيار بيكون اخدها وهرب من المطار. وساعتها جيري بياخد طيارة الركاب علشان يهربوا من المكان قبل ما يموتوا فيه. وبيتصل بتيري علشان يبلغوا اللي عارفه ان في ناس مش بتنجذب الزومبي ليهم، ومحتاج انه يعرف ايه اقرب مركز طبي منه علشان يتجه عليه. وبعد ما بيعرف جيري المركز وبيعرفوا للطيارة علشان يتجه اليه. واثناء الرحلة بيكون في زومبي موجود في خزنة الطيارة واللي بيهجم على المضيفة اول ما بتفتح له، وبعدها بيهاجموا الركاب في الدرجة الاولى. وساعتها جيري بيسمعهم وبيحاول يفصل بين الدرجة الاولى والدرجة الاقتصادية عن طريق الشنط، وبيقول لكل الركاب انهم ما يعملوش صوت نهائي. لكن للاسف واحد بيوقع شنطة ناحية الزومبي بالغلط وبيجذب انتباههم ناحيته، وبيبداوا يهاجموه هم كمان. وبيضطر جيري ساعتها انه يفجر قنبلة علشان يتخلص من الزومبي. لكن اللي حصل ان الطيارة كلها بتتدمر وبتقع، لكن اللي بينجى منها جيري وسيجن. وبعدها بيتحركوا على المركز الطبي اللي تيري قال له عليها، وبيغمى عليهم هما الاثنين قدامهم. وبتختفي جيري 3 ايام، ولان ما فيش اي اخبار عنها ساعتها تيري بيكون مجبر انه يخلي عيلته يسيبوا السفينة لان ما بقاش ليهم لازمة. وبيكون جيري في غيبوبة، واول ما بيفوق بيلاقي نفسه مربوط وفيه 2 حواليه عايزين يعرفوا هو مين، وبيكونوا قلقانين منه. فبيقول لهم جيري يتصلوا من الموبايل اللي معاه ساعتها يتاكدوا من هويته. ولما بيتصلوا منه المفروض اللي ترد كارين، لكن اللي بترد تيري لانه سابوا السفينة. وبيفهم جيري ان مراته وبناته سابوا السفينة. وبعد ما بيعرفوا مين جيري بيعرفوا على نفسهم وانهم هم المسؤولين عن المركز، وبيطلب منهم لقاح قابل للعلاج. لكن دكتورة المركز بتقول انهم جربوا يدوا كل انواع اللقاحات للزومبي لكن ما تاثروش. ساعتها جيري قال لهم ان اللقاح ده مش للزومبي ولهم هم البشر، لانه بيعتقد ان دي نقطة ضعف الزومبي، وانه كمان شاف اشخاص غير مرئيين للزومبي. وبيقرروا انهم يسمعوا نظريته لانهم ما فيش قدامهم غيرها، لكن بتواجههم مشكلة واحدة، وهي ان كل اللقاحات
موجودة في الجناح اللي مليانين بالزومبي بسبب تحول كل اللي فيه، وإن اللي موجود في الجناح حوالي 80 زومبي، وفي جسر بيوصل المبنى اللي هم فيه للجناح بيه، وبيكونوا قافلين الباب نهائيا علشان محدش يعدي منه. ده غير كمان إنه لازم يكون في واحد متطوع يحقن نفسه باللقاح ويواجه الزومبي. وساعتها جيري بيقرر إنه هو اللي يعمل التجربة دي، وكمان هياخد معاه دكتور المؤسسة لأنه هو اللي عارف ممرات الجناح كويس، ومعاهم سيجن، وبيدخلوا الجناح بيه وبيمشوا بالراحة جدا علشان ما يعملوش أي صوت. لحد ما بيوصلوا الباب لازم يتفتح وبيعمل صوت قوي جدا بيجذبهم، وأول واحد بيحاول يهجم عليهم بيقتلوا سيجن برصاصة، وبعدها بتجذب كل الموجودين وبيجروا وراهم لحد ما بيفترقوا، وبترجع سيجن والدكتور تاني للمبنى الرئيسي. وبيلاقي جيري نفسه قدام المكان اللي عايز يروحه، وبيدخل الأوضة اللي فيها اللقاح وبتبقى محمية كويس، وبيدخلها بباب متأمن. وبعد ما بياخد الحاجات اللي عايزها بيلاقي في زومبي واقف على باب الأوضة مستنيه يخرج علشان يقتله، وما بيكونش عارف يعمل ايه لحد ما بيقرر انه يحقن نفسه باللقاح ويعمل التجربة عليه. وبيفضل قاعد فترة لغاية ما اللقاح يتمكن من جسمه، وبعدها بيقف قدام باب الأوضة وهو بيفتحها، واللي بيظهر ان الزومبي مش واخد باله منه ولا كأنه شايف قدامه. وبتنجح خطة جيري وبيرجع فورا على المبنى الرئيسي، وبيفتح ماكينة البيبسي علشان كل اللي فيها يقع على الأرض، وساعتها بيجرع كل الزومبي ناحيته، لكن هو بيعدي جنبهم بكل هدوء ومحدش فيهم بياخد باله منهم. وبكده بيكون خلاص اكتشف الحل ازاي يقتلهم. وبعدين جيري بيوصل لمراته وعيلته وبيكونوا كويسين جدا وموجودين في معسكر في كندا. وبعدها كل حاجة بتحصل بسرعة جدا، وبيتم الإعلان عن اللقاح الجديد اللي هيستخدموه ضد الزومبي وللوقاية من العدوى بتاعتهم، والناس كلها في العالم بتاخد اللقاح، واللي بيخلي الناس الطبيعيين مخفيين عن الزومبي. وبكده بيكون خلص فيلمنا النهارده. انتظرونا في أفلام تانية جديدة، والسلام.